السلام عليكم. وفي عنوان جديد: الجزائر تتسبب في رفض طلب وليد صادي لعضوية الكاف. ابقوا معنا للتفاصيل ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بفيديوهاتنا. لنبدأ القصة من الأول. الجزائر دفعت بوليد صادي للترشح للمكتب التنفيذي للكاف، وكان هو المترشح الوحيد بالإضافة إلى مترشح تونس. وهنا خسرت الجزائر كثيرا من الأموال لانسحاب المترشح التونسي أمام وليد صادي، وبذلك يبقى وليد صادي هو المترشح الوحيد لهذا المنصب. فتونس كانت تثق في قرارات النظام الجزائري وأن وليد صادي سوف يدافع عن مطالبها ومصالحها. لكن الصدمة عمي تبون قام بتعيين وليد صادي وزيرا للرياضة، حيث كان يجهل تماما أن من قوانين الكاف عدم خلط السياسة بالرياضة. عمي تبون كانت نيته صادقة، فكان يريد أن تكون للجزائر نسخة القجع الثانية كما في المغرب، لكنه تناسى أن القجع فقط وزير منتدب لدى وزير المالية، وليس له منصب سياسي مباشر. نعم، إنه العالم الآخر.